بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية. هنعمل ان شاء الله النهاردة الكشري المصري الاصيل بتاعنا كده ان شاء الله بتركات كده زي المحلات. هيعجبكم ان شاء الله. طبعا هيبقى فيه كذا طريقة، احنا مش هنعمل نظام الحلة الواحدة، احنا هنعمل الكشري اللي هو الاصلي اللي هو بيتعمل كل حاجة لوحديها زي ما بنشتريه من بره كده. هتلاقيه ان شاء الله التركات اللي هتتعمل ان شاء الله تبقى زي المحلات بالظبط، وهيطلع طعمه جميل جدا وبجودة عالية جدا ان شاء الله تعجبكم. طبعا متنسونيش طبعا في اللايك على الفيديو والشير على الفيديو اذا عجبكم، والاشتراك في القناة يا حبيبتي لو كنت مشتركة جديدة ان شاء الله، عشان ان شاء الله يوصل لك كل جديد. تمام كده. شايفين شكل الكشري؟ عاملين بقى كل حاجة كده لوحديها. الورد بتاعنا البصل الورد كده بتاعنا كده المقرمش كده هيبقى لوحده كده وكل حاجة كده حطينا، والصلصة لوحديها. كل حاجة كده لوحدها ان شاء الله هتعجبكم. نبتدي ونقول بسم الله. انا عندي هنا البصل بتاعي اهو مقطعاه شرايح كده رفيعة. تمام كده. بعد ما قطعته شرايح رفيعة جبت عليه معلقة ونص كده من النشا، ومسكته وقلبته كويس جدا كده بالنشا بتاعتي. تدخلي النشا بتاعتك جوه البصل كويس، وفي الوقت ده بكوني حاطه زيت كويس كده، يعني زيت غزير مش غزير قوي طبعا، احنا طبعا انتوا عارفين الزيت نار دلوقتي، فزيت يعني ايه حوالي هنقول مثلا نص كوبايه زيت. تمام كده. انا هعمل كده زي ما انتوا شايفين، هي الحله ان شاء الله دي هعمل فيها كل حاجه بحيث برضو نوفر علينا ايه مواعين. فانا كده بنزل بالزيت بتاعي. هتسخني بقى الزيت بتاعك بس مش لدرجة الغليان، يعني سخنيه وبعدين هنروح نازلين بالبصل بتاعنا. البصل بقى عشان يطلع معاكي مقرمش ويطلع كله لون واحد، دي التركة دي هتبقى فيها تعب شوية، انك انت لازم تبقى ايدك في البصل ما تسيبوهوش عشان ما يتلسعش منك خالص، لان انت لو سبتيه وغفلتي عنه هيتلسع منك، فلازم تبقى ايدك فيه. يعني حوالي 10 دقايق تقريبا، يعني 10 دقايق بالظبط، تقليب متواصل لحد ما توصليه لدرجة اللون الذهبي كده الحلو ده. انا هنا بوريكم كده شكله بعد ما دبل، ودي طبعا يعني ما خلاص انا كده المفروض قعدت ربع ساعة او 10 دقايق تقليب لحد ما وصلت لدرجة القرمشة اللي انتوا شايفينها واللون الذهبي الجميل بتاعنا ده. وبعد كده طلعته كده بمصفى كده على مناديل المطبخ، بس عشان يكون يتصفى لو في بواقي زيت ولا حاجة تتصفى معاه. وبنزل عليه كده بنص معلقة كمان من الكمون وبقلبه كده جواه. دي تريك انا بعملها كده بتدي طعم حلو قوي للبصل المقرمش بتاعي. هنعمل بقى كده الصلصة بتاعتنا. عندي طماطم هنا نص كيلو طماطم، هنزل عليه كده على الخلاط افرمه، وانا التركة دي بعملها بنزل معاه بصلاية كده من البصلاية مفرومة كده في قلب الطماطم بتاعتك، بتدي طعم جميل جدا، طعم اكنك فعلا جايبه صلصه المحلات فعلا. وهم فعلا بيعملوا كده، هم مش بيحطوا بصل محمر، لا هم بيحطوا بصل بس بيفرموا البصل جوه الطماطم نفسها. بواقي البصل اللي بتطلع منهم بيروحوا فرمينها مع الطماطم، فبتلاقي كده الصلصه بتاعتك ليها ريحه حلوه كده، فهي دي التركه اللي بيعملوها. تمام كده. انا نزلت كده اهو بالزيت بتاعي، ونزلت انا هنا ما عملتلاش الصلصه، انا بعملها زي صلصه المكرونه. انا كنت عملت برضه معاكم قبل كده طريقه صلصه تانية، ماشي، بتشها كمان بالثوم، يعني مع طريقه مع البصل اللي انا بعمله بتش كمان الثومه كمان بيبقى تحفه. انا المره دي بعملها بنظام صلصه المكرونه، اللي هو حطيت الماده الدهنيه بتاعتي، ونزلت بمعلقتين من الصلصه، ونزلت بالطماطم بتاعتي اللي انا عملتها، واديتها الملح بتاعي، وهسيبها بقى ايه تستوي كده ايه على النار. اهي الصلصه بتاعتي اهي دخلت على السوا خلاص، وانا بحط لها شويه كده من زيت البصل اللي انا حمرته، بيديها نكهه حلوه حلوه قوي كده يعني. ده انا كده بسلق الحمص بتاعي، العدس بتاعي. انا حطاله ميه كتير ليه، انا مزه حطاه في حاجه في حله كبيره شويه، وحطاله ميه كتير لان انا هاخد من الميه دي وهسوي الرز بتاعي، بتبقى طعمها جميل جدا يا جماعه، لان انا كمان هنحط الحمص، بحط قصدي معلش العدس مع يعني باخد جزء من العدس اللي انا هستخدمه بعد كده، بحط جزء منه على الرز بتاعي
انا نزلت مع العدس بتاعي بمعلقه من الكمون، مش معلقه، نص معلقه من الكمون عشان ما يمررش منك الميه، ونص معلقه من الكزبره وشويه ملح، وسبته بقى بيستوي، اللي هو المفروض باخده نص سوا. وادي الشعريه بتاعتي انا كده حمرتها، وهنزل عليها كمان بنص كوبايه من الرز. حاولي تخلي الشعريه تبقى اكتر من الرز، يعني الشعريه تبقى اضعاف الرز اللي انت هتحطيه، وحمريها. وبعدين نزلت عليها كده بالرز بتاعي، ونزلت بقلب مرقه عشان يديها نكهه كده. وانا كده باخد بس بقى ايه من الشوربه اللي انا عملتها، اللي هي العدس اللي انا عملته ده، الميه بتاعته انا باخده كده، وباخد معاه عدس كمان، يعني باخد جزء كمان من العدس مع الرز بتاعي، بيبقى طعمه جميل جدا وبيدي نكهه حلوه قوي للرز بتاعك. وظبطي بقى ملحك كده، وغطيه وسيبيه بقى ايه يستوي براحته. وفي المقابل انا حاطه العدس لسه فيه بواقي، طبعا فيه العدس بتاعي بقى اللي هو التفنيش الاخير، تمام، انا لسه حاطاه عشان يكمل بقيه السواه. وفي تركه كمان انا بعملها في الاخر برضو وهتعرفوها، بتدي كده، بتخلي العدس بتاعك كده اللون اللي دايما لما بتيجي تجيبي المحل من بره بتلاقي العدس بتاعهم كده مبيض شويه كده، يعني مش العدس العادي بتاعنا اللي هو بتسلقيه تلاقيه لونه بنفس لونه يعني، لا بتلاقيه مبيض شويه. انا كده شلت العدس بتاعي، هنقله كده في طاسه عشان ايه التركه الاخيره اللي انا بقولكوا عليها تعرفوا انا بعمل فيها ايه. انا نزلت بيه كده في الطاسه يكمل بقيه سواه بقى هو براحته كده. وادي الصلصه بتاعتي خلاص اهي ما شاء الله كده دخلت في السوا، خلاص هطفي عليها. المفروض بديها كده نص معلقه من الكزبره، وبديها شويه كده من الفلفل الاسمر، وبقلبها وهطفي عليها بقى كده خلاص. انا كده هبتدي اسلق المكرونه بتاعتي، هنزل بميه سخنه على طول، وهبتدي انزل بقى كده بالمكرونه بتاعتي. هتنزلي طبعا بالسباكيتي الاول، هنزل بشويه ملح عشان اطعم المكرونه بتاعتي، وفي نفس الوقت عشان ما تعجنش منك. وهتنزلي لما تيجي تنزلي طبعا بالسباكيتي الاول عشان ما تعجنش يعني السباكيتي دايما بتاخد سوا عن المكرونه التانية العاديه. وتديها تقليبه عشان تفكيها كده من بعضيها الاول، عشان ايه؟ عشان ما تلزقش ببعضيها، لان السباكيتي طبعا ما كنتش تقلبيها وتفكيها من بعضيها تبص تلاقيها قافشه في بعضيها كده ومش هتستوي معاكي. انا كده نزلت كمان كوبايتين من المكرونه اللي هي العاديه بتاعتنا الصغيره، وهسيبها بقى تستوي. وادي التركه اللي انا بقولكوا عليها، اللي هي التركه بتاعت العدس الاخيره، اللي هي بتديكي اللون البياض بتاع العدس، اللي هي زي المحلات بالظبط كده، بتلاقيه كده العدس كده مبيض كده، مش نفس لون العدس بتاعنا، بيبقى كده جميل جدا. دي بقى هي التركه اللي هم بيعملوها. انا بمسكه كده ايه بعد ما يتشرب الميه بتاعتي، ويكون العدس بتاعك يكون ابتدى يستوي، اللي هو يعني إيه يعني تديله سنه كده من السوا زياده شويه. تمام كده. والرز بتاعي زي ما انتم شايفين ما شاء الله مفلفل ازاي، خلاص كده برضو دخل في السوا مفلفل وزي الفل. المكرونه خلاص بتستوي تمام كده. العدس بقى كده يعني 5 دقايق كده بقى تهدي عليه النار خالص، وتبتدي تقلبيه شويه كده على النار. تمام كده هتلاقيه كده اداكي سنه البياض، بيبقى جميل جدا تحفه يا جماعه. هنبتدي نجهز الدقه بتاعتنا. انا حطيت هنا معلقه كده حطيت معلقه توم، وحطيت نص معلقه من الكزبره، ونص معلقه من الكمون. ودي برضو حاجة هما بيعملوها، بحطله ريحة كده حوالي ربع معلقة من الكاري، جميلة جدا، طعمها خرافة وتحفة، وبتدي صفار كده للدقة بتاعتي جميلة جدا. هنزل بقى بمية سخنة، اهم حاجة تنزلي بمية سخنة مش مية ساقعة، عشان ايه تدوقي بقى فعلا الدقة بتاعت المحلات. هما بيحطوا فعلا مية سخنة مش مية باردة، لان مية باردة التوم زي ما هو بارد مش هيبقى فيه اي طعم للدقة يعني. هتحسي ان انت بتحطي دقة معلش اللي هي دقة الفتة. جربي بقى تركة المية السخنة مع الدقة دي، بتبقى تحفة جدا وجميلة، يعني بتخلي فعلا اكنك فعلا دي دقة المحلات فعلا بالظبط، هي دي دقة المحلات، انا جبتها فعلا بنفس الشكل بنفس الطعم. اديها بقى الملح بتاعك، ظبطي الملح بتاعك وظبطي الخل بتاعك. شايفين شكلها عاملة ازاي؟ تحفة، وطعمها هتبقى جميلة جدا. هتاكلي فعلا كشري بأمانة ربنا، هتحسي انك بتاكلي كشري فعلا بره بتاع المحلات.
احنا ما شاء الله كلنا شاطرين يعني، فاحنا ايه بنعلم ونتعلم يعني. نظبطي الخل بتاعك بقى كده مع الملح. انا من هواة الدقة دي يعني، انا عندي الكشري لازم كده ايه اغرقه دقة يعني، فيعني ايه كيفة الدقة بتاعت الكشري. هنبتدي نجهز الشطة بتاعتنا بقى. الشطة بقى سهلة جدا مفيهاش مشكلة، هناخد نص معلقة كده من الشطة بتاعتنا الحارة، تمام كده، كبيرة. وهنزل عليها كده بمعلقتين من صلصة الطماطم اللي انا عاملاها بتاعتي، تمام. وبعد كده هطعمها، عايزه اطعمها بايه بقى، هروح واخده معلقتين من الدقه بتاعتنا اللي احنا عاملينها الجميله دي، نطعم بيها الشطه بتاعتنا وخلاص كده، مفيهاش اي مشكله. يا سلام بقى لو انت عايز تعمليها شطه الزيت كمان، بس صراحه شطه الزيت دي بالنسبه لنا بصي بقى يعني الواحد بيقعد يكح سنه، تلاقي البيت كله بيكح سنه يعني، صعبه جدا شديده. لكن لو انت حابه شطه الزيت بتحطي طبعا ماده دهنيه كده في طاسه كده كويسه، تحطي شويه ماده دهنيه حلوين، وتديها معلقه الشطه، تديها تقليبتين في قلب الزيت كده، وتهدي عليها النار وتقلبي. وبعد كده بقى تنزلي عليها بقى ايه بمعلقه صلصه وشويه ميه، هتبقى احلى شطه زيت عندك موجوده. لكن انا بعمل كده لان صراحه شطه الزيت دي متعبه جدا، والواحد بيقعد يكح فعلا سنه يعني، وشرقات بقى وحاجه صعبه، فبطلت اعملها يعني. احنا كده خلصناها اهي الشطه بتاعتنا. هنغرف بقى الكشري بتاعنا جميل كده، الرز كده المفلفل كده، شايفين شكل الرز وجماله عامل ازاي، تحفه. بصوا بقى ده لوحديه يعني، ده تاكليه كده يعني، ده ممكن تاكليه من غير اي حاجه اصلا، طعم وريحه وطعم جميل جدا. شايفين انا عندي هنا الشعريه، زي ما قلت لكم ان الشعريه لازم تكون اضعاف الرز اللي انت هتحطيه، فالشعريه عندي طاغيه على الرز اصلا. ننزل بقى بالمكرونه بتاعتنا بعد ما سلقناها. المكرونه طبعا انا بعد ما سويتها بردتها كده بشويه ميه، واديتها كده حبه زيت كمان من زيت اللي انا قليت فيه البصل. زيت البصل يا جماعه ده اللي بتستخدميه في كل حاجه بعد كده يعني، هتقلي البصل في كميه كويسه، هي اللي هتبتدي تقلي بيها، تعملي بيها الرز، تعملي بيها الصلصه بتاعتك، تحطي على المكرونه بتاعتك، يعني تستخدميه في كل حاجه. ظبطي انت بقى وحبشي بقى زي ما انت عايزه بقى، عايزه كمان تحطي حمص، انا ما حطيتش حمص يعني من باب ايه، انا عندي هنا اصلا هم مش كايفين الحمص عامه، بس برضه هو يعتبر من باب التوفير برضه يعني، انتوا شايفين الدنيا نار، ربنا يرحمنا والغلاء الفاحش اللي احنا فيه ده يعني، فيعني ايه اهو بنلم الليله يعني، تمام. بس انا عندي كمان هنا ما يعني ما لهمش قوي في مسألة في الحمص يعني. بس احنا بقى لو احنا عايزين نكمل بقى تيست المطاعم يعني، اسلقي بقى الحمص بتاعك كمان، هتسلقيه عادي جدا، بتبقي طبعا نقعاه عندك فترة 12 ساعة، وبعدين تبتدي تسلقي كده الحمص بتاعك في مع شوية كده برضو كمون وشوية ملح كده، بحيث ياخد برضو تيست يبقى طعمه حلو كده، وتنزلي بيه بقى على الخلطة بتاعتك. انزلي بقى بالبصل بتاعك كده الورد الجميل ده كده عليه. وطبعا احنا مش هنحط الصلصه، انا هحط الصلصه بقى زي المطاعم كده ما بيجيبوها لك كده الصلصه لوحديها بره في البوله كده، او ما ايه اللي عايز بقى كل واحد يحط على حسب بقى ما هو عايز يعني، اللي بيحب الصلصه كتير اللي بيحب الصلصه قليله، كل واحد حسب ايه ظروفه. حاجه كده جميله كده ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسيش بقى من تعليقاتكم الجميلة كده، تصلوا كده على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام في تعليقاتكم، وما تنسوش اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة لو كنت مشتركة جديدة عندي، وتفعلي الجرس ان شاء الله عشان يوصلك كل جديد، واترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.